ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده مع بعض هنعمل ترايفل الكيوي. عملنا مع بعض قبل كده ترايفل الفراوله وعجبكم قوي. قلت اغير نوع الفاكهه واغير اللون كده ونعمل ترايفل الكيوي. انتي بقى غيري براحتك، اعملي اي نوع فاكهه تاني يعجبك بنفس الطريقه كده، هيطلع معاكي برضو حلو قوي. اولا الكيوي اللي استخدمته 5 وحدات بالمقاس ده كده. قشرته الاول وقطعته عادي شرايح. لو عايزه تقطعي شويه شرايح لتزيين الجناب وشويه مكعبات، يبقى الأكل بتاعها أسهل في النُص كده على قد المعلقة، يبقى برضه أفضل. عملت بقى الشرايح كده الأول، وبعد كده المهلبية بتاعتي عملت 3 كوبايات لبن، معاهم 4 معالق سُكّر، معلقتين نشا، معلقتين دقيق. قلّبت على البارد الأول كده ورفعتهم على نار متوسطة، والمضرب برضه بإيدِك في إيدِك على طول باستمرار لحد ما يبقى القوام كريمي جميل كده وتعمل الbubbles دي تبقى استوت، ننزّلها. حطيت في البولة اللي هاستخدمها طبق الأول من المهلبية علشان تثبِّت الكيك، وأنتِ بتقطّعيه كده يبقى إيه، متماسك. حطيت بقى الكيك، والكيك ده طبعًا كان عندي بواقي كيك English cake وبواقي كيك عادي، الطبق ده حلاوته في كده، أي كيك بقى يتبقى عندِك الولاد ما ياكلوهوش هنعمله بالطريقة دي. حطيت بقى كمية الكيك كلها، أنتِ ممكن تحطيها على مرتين، يعني تحطي طبقة كيك وبعدين مهلبية وبعدين طبقة كيك تانية. أنا حطيتهم طبقة واحدة، وبعدين حطيت بقى زينت الجناب بتاعة الطبق بالشكل ده كده، بيبقى الشكل جميل أوي. شرايح بقى كيوي في النُص، وزي ما باقول لِك لو عايزاها مكعبات هتبقى برضه أفضل. حُطّي بقى شرايح كيوي على قد ما تقدري، ولو تحبي في النُص بقى تحطّي نوع فاكهة تاني، تعملي mix كده بين الكيوي وأي نوع فاكهة تاني تحبيه، برضه هتبقى حلوة أوي. حطيت بقى المهلبية بعد كده برضه طبقة واحدة، كل باقي المهلبية كلّها حطيتها مرّة واحدة. أنتِ بقى لو عايزة تغيّري وتعملي طبقة كيك وبعدين طبقة مهلبية وبعدين طبقة كيك وبعدين طبقة مهلبية تانية، هيبقى برضه حلو أوي. حطيت المهلبية كلّها وأنتِ شايفة طبعًا وهي سخنة كده، بتبقى طبعًا إيه، أفضل، يعني لازم تحطيها وهي سخنة. بعد كده سويت الوش بالspatula بدأت أزيّن بقى الوش بشرايح الكيوي. طبعًا السُكّر هنا أنا ما حطيتش إلا 4 معالق سُكّر في المهلبية، لإن طبعًا الكيك بتاعتي مسكّرة كويس يعني، فهو كفاية كده أوي. حطيت بقى شرايح الكيوي كده على الوش، وبعدين عملت نُص باكو جيلي أخضر، أي نوع جيلي تفاح أو حاجة. أنا مش محتاجة طبقة جيلي، أنا محتاجة بس نُص باكو مع كوباية إلا ربع مَيّة دافية، حطيتها تدّي ضي أخضر للطبق كلّه، يعني لون أخضر. أنا ما عملتش النهارده طبقة جيلي مستقلة يعني، أنا ادّيت بس ضي أخضر كده للطبق كلّه، وبعدين بقى زيّنت بشوية فستق والورد المجفف ده. الورد ده جميل أوي ودايمًا أقول لِك هو رخيص خالص عند محلات العطارة. اشتري منّه كمية كده ب20، 30 جنيه وخلّيهم عندِك دايمًا لتزيين الحلويات، بيدّي ضَي تحفة لتزيين الحلويات. وقدّميها بقى ساقعة بألف هنا، طبعًا دخّلتها التلاجة حوالي 3، 4 ساعات، قدّميها بألف هنا. ولو عجبتِك طريقتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.